القجاع ليفوز بأغلبية ساحقة نال تزكية الجمعية العامة للفاف. لذلك لا يجب أن نفتح النار منذ اليوم على القجاع. إذا كان اليوم اسم رئيس الفيدرالية إيغيل كنت أقول نفس الكلام، لا يجب أن نفتح النار على هذا الرئيس الذي انتخب بتلك الطريقة التي رآها الجميع على المباشر. لذلك أعود وأقول اليوم وليد صادي هذا لا يفقه في كرة القدم، لا يستطيع وليد صادي أن يقدم برنامج في سنة ونصف. تراكم السنين والمهازل على مدار هذه السنين والمشاكل الكثيرة التي تراكمت على أكثر من 30 سنة لا يستطيع لا وليد ولا غير وليد أن يفتحها في عام ونصف. نتكلموا على جانبين في الإقجاع، نتكلموا على البروفيل ونتكلموا على البرنامج. إذا تكلمنا على البروفيل هو فيه كل المواصفات ليكون رئيس ناجح. عنده هو شاب، عنده الطاقة باش يعمل ويعاود ينقذ، عنده الطاقة والعلاقات باش يعاود يولي لاكاف وباش نتبوء منصب عضوية المكتب التنفيذي اللي يعني خسرناه منذ رحيل محمد الروراوة. عنده قلنا العلاقات مع أعضاء الجمعية العامة للكاف، وكان في مومب دي كوميسيون. هو من المستوى الاجتماعي راقي، يعني ما استناش منه اليوم يستنزف لحسابه الشخصي اموال الاتحاديه. عنده خبره، خدم في الاتحاديه العالميه، شخص نزيه، عنده كفاءه، عنده رؤيه. يبقى له الشق الثاني هو البرنامج. اذا تريز امبورطون باش يكون اي مترشح عنده برنامج ويعطي له الاهداف والتكلفه يعني والاجال. اعتقد انه هو كان عنده برنامج ولكن ما عرضوش على اعضاء الجمعيه العامه مكتوب. ربما نتفهم لانه كانت هناك مطبات وعراقيل وصراعات من اجل ان يضمن وصول الاتحاديه يعني بطريقه نزيهه وبيعني يكون على قناعه بان اعضاء الجمعيه العامه سيصوتوا على برنامجه وليس سيعاقبونه لانه لا ينتمي الى الطرف الاخر. اليوم يجب ان نستخلص الدروس. ممكن نقول ما يكونش افضل المرشحين لرئاسه الاتحاد، ممكن، ولكن عنده المواصفات للنجاح. بقي من العهده اقل من سنه ونصف، فيه رهانات وتحديات وواقع لازم نعالجوه من اجل مصلحه كره القدم الجزائريه. الجانب المالي مهم جدا، رانا في ديون 500 مليار، والمنتخب الاول عنده تصفيه كاس العالم ونهائيات كاس افريقيا. يجب ان نحدد الاولويات قبل ان يعني نعود الى ما كانت عليه الاتحاديه من قوه. انتخاب فوزي القجاع للعضويه التنفيذيه للاتحاد العربي، الف مبروك على فوزي القجاع، وشفناه اليوم في الاجتماع. ولكن الشيء المحير في هذا الاجتماع، اين وليد صادي؟ وليد صادي هذا اللي البارح زادوا عاود دخلوه في الحكومه الجديده، هو وزير الرياضه، اللي خلى الفساد في الرياضه في الجزائر ما كايناش. تابع غير المنتخب يجري مور المنتخب، وكان باغي يتاهل من المغرب باش زعما سياسيا ربحت القجاع. الساعات تاك عارف المغرب ولا من المغرب جايب تعادل، ودرك ولينا باغي نشريو الماتش ديال الصومال، نشريو الصومال نجيبوها تلعب في الجزائر، نشريوها نخلصوا عليها ونشريوها ونخلصوا عليها كل شيء باش تلعب في الجزائر. يعني احنا خاصنا درك خاصنا نشريو. المهم شوف، هذا الاتحاديه اللي راها اليوم بكري كانت مع الحاج رورا، وهذا ما كانوا خدامين التحكيم، شري الحكام منا طاطات. اليوم ولاو العاده ديالهم ولاو يخدموها، يعني باش تفهموا فين رانا نتمشاو. المهم الاجتماع اللي كان اليوم ديال الاتحاد العربي كان فيه فوزي القجاع، وزادوا اعاده الانتخاب ديالو المكتب التنفيذي. ولكن وليد صادي فين انتخب؟ غير عند صحافه زيكو. شوفوا صحافه زيكو قال لك عضويه، واش من عضويه؟ عطاوه كويرسي عاود حتى هو بحال هكا، كويرسي يبقى يدور فيه.